السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أغلى أخوات ومتابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بخير. معاكم يوميات أم سيف. لو أول مرة تشوفي قناتي ياريت تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو جديد تتفرجي عليه، وما تنسيش تدعميني باللايك عشان الفيديو يترفع والكل يشوف. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. النهاردة هنعمل مع بعض جلاش بطريقة سهلة جدا. ان شاء الله الطريقة تعجبكم، طريقة مفيش احلى من كده ولا اسرع من كده، وهيطلع معاكي جلاش مقرمش جدا وزي بتاع بره بالظبط، ومش هياخد مننا 5 دقايق في العمايل. اول حاجة معانا لفة الجلاش، فردناها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، كل الطبقات على بعضها. يعني ما بناخدش طبقة واحدة، لا كل الطبقات على بعض، بنفرد اللفة كلها. وببدأ زي ما انتوا شايفين باجي من فوق كده بعملها بالطول، بحيث انها تبقى شرايط طويلة اكنها زي السمبوسة كده، طويلة كده. وبعدين هبدأ ألفها وأعملها بالعرض. طب أنا هعملها بالعرض وبالطول ليه؟ أنا عايزاها تبقى مربعات صغيرة، بس لازم تكون مربعات عشان المربع معاكي يتقسم يبقى مثلث. يعني المربع بعد كده هنتنيه يبقى مثلث. فحاولي اللي انتي تقطعيها بمربعات. لو مش هتعرفي بالظبط، انا ما قستهاش، بس لو انتي مش هتعرفي بالظبط حاولي انتي تقسيها بحيث انها تطلع مربعة بالشكل اللي انتوا شايفينه، زي ده كده. وبتبدأي تتنيها، المربع تتنيه يبقى مثلث كده. طريقة سهلة وما بتاخدش 5 دقايق. في ثانية هتعملي لفة الجلاش اللي معاكي كلها. هي بس الفكرة اللي انت تعمليها مربعات كويسة. اهو هبدأ اعملها زي ما انتوا شايفين مثلثات كده، مثلثات كده ما بتاخدش اي وقت. وهبدأ ارصها في الصينية بتاعتي، ارصهم جنب بعض كده. خلصت معايا لفة الجلاش. وعلى فكرة كان فاضل كمان كام واحدة باقيين، حطيتهم في صينية تانية أصغر. وهبدأ بقى اللي معايا دوت سمنة، سمنة بلدي عندك حطي، ديت زبدة على سمنة عادية. دي زبدة اللي هي المكعبات اللي هي القوالب، بتحطي منها شوية. لو عايزة، لو هي لوحدها بس حطي، لو سمنة لوحدها حطي اللي متوفر عندك أي مادة دهنية. هي طبعا بالسمنة البلدي هتبقى أحلى. وتبدأي ترشيها كده عليها وتوزعيها بالمعلقة كده بحيث ان كل مثلث منهم يتشرب. وتبدأي تدخليهم الفرن على درجة حرارة عالية. عما الجلاش بتاعنا يستوي هنبدأ نعمل الشربات. معانا كوباية مية، هنحط عليهم كوباية سكر ونرفعهم على النار ياخدوا غلوتين، ونحط عليهم عصرة ليمون ويبقى جاهز معانا الشربات. دلوقتي الجلاش بتاعنا استوى وسبته بيبرد شوية، هو كده بارد. الشربات بتاعي سخن. لو انتي عملتي الشربات الاول وسبتيه يبرد، خلاص طلعي الجلاش من الفرن سخن، حط عليه الشربات بارد. يعني اي حاجة فيهم، واحد بارد والتاني سخن. شربات بارد يبقى الجلاش سخن، الجلاش سخن يبقى الشربات بارد. ودلوقتي بسقيه كده. بتسقيه بقى طبعا حسب الطعم اللي انت عايزاه، مسكر قوي ولا دلع شوية. بتبداي تحطي عليه الشربات، ديت حاجة ترجع لك انتي. انا عملته في المعقول، ما كانش مسكر وما كانش دلع، في الوسط زي ما بنجيبه من بره. وبتسيبيه 5 دقايق كده يتشرب، بيتشرب على طول. الشربات بتاعنا ولا تقيل ولا خفيف، وسط. لانك لو عملتيه خفيف هتلاقيه طري منك الجلاش، ولو عملتيه تقيل مش هيشرب الشربات بتاعه قوي. وكده شكل الجلاش بتاعنا. جربوا الطريقة بتاعتي ان شاء الله تعجبكم جدا. في 5 دقايق، في 10 دقايق بالكتير بتعملي احلى جلاش. وهوريكم الصوت بتاعه. ويا رب طريقة النهاردة تكون عجبتكم، وما تنسوش في اللايك والاشتراك في القناة. دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.